خلي بالك، أكتر من 70% من الناس لما بيحاولوا يساعدوا حد نفسيته تعبانة الموضوع بيزيد أكتر. لو بتساعد حد تعبان نفسيا ممكن نيتك الطيبة تأذيه من غير ما تحس، فركز جدا في اللي هنقوله. ناس كتير حوالينا بيعدوا بأيام صعبة جدا، واحنا ساعات بنحس بالعجز اننا مش عارفين نساعدهم ولا حتى نخفف عنهم. في مرة حد من صحابي اللي دايما بيظهر منه القوة مر بظرف يقطم الوسط، لكن اللي ظهر منه الحمد لله أنا كويس. وقتها أدركت إن أهم حاجة أعملها مش إني أقول كلام كبير أو أقدم نصيحة، فخليني أقول لك على 5 حاجات مهم جدا تعرفهم لو حد يهمك واقع في مشكلة. 1. وقت ما تشوف حد حزين اسمعه مش عشان ترد عليه، اسمعه عشان تحس بيه. ساعات كل اللي بنبقى محتاجينه في الزعل حد يكون شايف ومقدر. 2. بلاش الجمل المحفوظة زي شد حيلك هتعدي، كأنك واخدها كوبي من حد قالها قبلك. أنا عارف إني محتاج أشد حيلي وعارف إنها هتعدي، لكن لو أنت قريب مني محتاج أسمع منك إنك في ظهري، إن مفيش غلط في اللي أنا حاسس بيه وإن من حقي أزعل. 3. اوعى تقول دي حاجة بسيطة بالنسبة لك، بالنسبة له الموضوع كبير، بس اللي يظهر من الجملة دي إنك مش مقدر تفكيره أو مشاعره، وده يضايق أكتر. فبلاش تحكم عليه، تجربتك غير تجربته، بلاش تقارن. ما تقولش يا عم أنا مريت باللي أصعب وعدت، الألم مش مسابقة. 4. لو حسيت إنه تعبان قوي شجعه يروح لمختص، دي قوة، ده مش عيب. فهمه إن في ناس بتفهم اللي بتحس بيه وممكن تساعدك. ما تقولهاش كأنك بتقوله حل عني بقى بنكدك، خليها كأنك ماسك إيده وموديه لمكان آمن. التعب النفسي مش عيب، ومش كل حد تعبان نفسيا لازم يكون عنده تشخيص بالاكتئاب أو الوسواس القهري، لأن كلنا بنمر بوجع. 5. دي عشانك بقى، ما تحسش إنك لازم تحل مشاكله، وجودك بس كفاية. مش مطلوب منك تكون بطل خارق، مجرد إنك موجود، سامع، مقدر، بيدي الشخص شوية نور في عز العتمة اللي جواه. احنا مش بنشيل الناس، بس بنمد ايدينا عشان ما نسيبهمش يقعوا لوحدهم. لو حواليك حد تعبان ما تستهونش بوجودك جنبه، كلمة منك، طبطبة، نظرة تثبت له انك فاهمه ممكن تنقذه من انه يغرق لوحده. افتكر انك مش لازم تكون معالج نفسي، كفاية بس تكون انسان بيسمع ويحس. لو حسيت ان الكلام ده مهم شاركه مع حد ممكن يحتاجه. سلام.